يجي بقى يطلع يتكلم الكلمه اللي قالها في كليه الشرطه، يقول ايه؟ كليه الايه؟ خريجه اللي هم ايه؟ البذر بتاع البلطمامون دول. العيال دي ما دول اولاد بلطجيه، واولاد مرتشين، واولاد ومع احترامي منهم اقليه دخلوا بمجهودهم. اشك فيها برضه، اكيد في واسطه وفي فلوس مدفوعه، وكلهم اللي هم عليهم قلت عليهم العائلات. دول ولاد العائلات بقى، اللي هم مين؟ المهيمنه على وزاره الداخليه، اللي هم ما بيحموش الا نفسهم. امال مين دول؟ ما يعني لو في 1000 يعتبر 100 منهم عاديين، وال900 ولادهم كلهم اللي موجودين بيربوهم على ايه؟ على العنصريه. هم الاسياد وبقى الشعب العبيد. فالعيال مش محتاجه، متخرجه مش محتاج. هو بقى رايح يغذيهم تاني باكتر من كده، رايح يقول لهم ايه؟ عاملوا اشقائكم، عاملوا اشقائهم ليه؟ كانت العزبه بتاعتهم وبتاعت اهاليهم. ده عيال جايه خادمين للشعب بنص الدستور والقانون، طالعين يخدمونا، طالعين يحموا الشعب المحترم من الناس البلطجيه والصيع، طالعين يطبقوا القانون والدستور. راح تقول لهم عاملوا اشقائكم. ايه اشقائهم؟ لا مش اشقائنا، الناس دي بيحكمنا بيننا وبينهم القانون والدستور، طالعين موظفين في الدوله. عرفتوا بقى ان هو بص لها انها عزبه زي الراجل ما قال، عايز المفروض يسلم كل واحد متخرج من الطلبه دول يمسكوا كرباج في ايده، تسليح كرباج، تخش عليه يديك الكرباج. هو ده اللي ادي هو التصريح والاسلوب، هو ما بيقولش الا كده، هو ده الاسلوب والتصريح اللي قاله. بيلومش اللي على الناس على العنصريه اللي موجوده جواهم ضد الشعب، لان دول كلهم مش من ولاد الشعب، دول من ولاد مين؟ ولاد ايه؟ ولاد من يقبعون من العصابه المصريه في الداخليه. هم دول ولادهم اللي هم مهيمنين على كل شيء، واللي هم ما بيحموش الا نفسهم ومكتسباتهم. بدليل ارجع اقول المخدرات ملياك يا مصر، والدعاره ملياك يا مصر. دول وظيفتهم ايه؟ عرفتوا يا جماعه؟ بيطردوا اهلنا في جزيره الوراق بالعافيه. عرفتوا ان بلطجيه في ناس ملاك، يعني انا مالك بيتي جاي اتطرد بالعافيه، وبيضربوهم وبيسحلوهم، وبيمسكوا الناس في الاقسام والمراقب، بيدوسوا على رقبتهم ويسرقوا تليفوناتهم ويلفقوا محاضر وكل ده. والبلطجه في مصر كترت، والمخدرات كترت، وتجاره الاثار شغاله في كل بيت فيك يا مصر بيفحطوا فيه. ده بخلاف الناس اللي طلعت الاثار وباعتها دلوقتي وعلى مدار 7 8 10 سنين ومعاهم ملايين مملينه بسبب الاثار وتاريخ مصر اللي باعوه. الاراضي الدوله تم الاستيلاء عليها، جميع الرذائل ترتكب والدعاره. يبقى الداخليه دي عباره عن ايه بقى؟ دورها ايه؟ ما لهمش دور، عصابه بتحمي نفسها. كل المحرمات دي وكل الطرق غير المشروعه اللي بترتكب على ارض مصر دي، وكل ما هو غير مشروع كله مع اصحاب المصانع الحراميه، مع المتهربين، مش عارف من كل دول بيوردوا لبتوع الداخليه، مديرين الامن، وزير الداخليه، كلهم بيوردوا لهم اقسم بالله شهريات. عشان كده ساكتين، وبحمي نفسي بقى وبحمي مكتسباتي، والعيال ولادي بدخلهم كمان يطلعوا اسياد على العبيد، على مين؟ على باقي الشعب العادي. يا شله، يا شله مرتزقه، يا شله خاينه لاهلها وناسها، يا شله دمرت مصر وضيعتيها ودمرت العلم وجهلت الناس. وكل ده في ايه بقى؟ ارض خصبه من الجهل مع الجبن مع الخوف. خلاص ضيعوا البلد، ما بقتش بلد. اقول للتعليق اللي قالوا هي عزبه عايزه قرابيك للعيال دي تطلع تمسكها على بقيه الشعب، هو ده اللي موجود. فدي عصابه كلها، ودول اولادهم اللي طالعين، اللي على مدار سنين خلاص بقت عيله، 3 4 عائلات قلت اللي مهيمنين على الداخليه المصريه كلها بالامن. لا يحمون امن ولا يحمون دوله ولا يحمون شعب، يحمون انفسهم ومكتسباتهم وحياتهم فقط لا غير. اقسم بالله وحاسب على الكلام ده قدام ربنا، مفيش. والدليل طلع بيأكدوا مين الخاين الكبير، زعيمهم رئيس النظام الخائن اللي بيحكم مصر. قال لهم ايه؟ قال لهم بنفس اللفظ: تعاملوا مع اشقائكم وابنائكم بما يليق باللي انتم اتعلمتوه من القيم. يعني انا هروح اتعلم كليه الشرطه يا سيسي؟ يا خاين، يا خونه، هروح اتقيم؟ ده القيم دي ابويا وامي اللي بيعلموها لي، اهلي اللي بيعلموها لي، ولما بخش هم بيسكليها فيا. لكن بتعلم القانون والدستور كليه الشرطه، بتعلم احترم الشعب، بتعلم ان اطبق القانون على الكل، بتعلم ان في دستور ودي دوله، وان في مواطن يجب ان يحترم، بتعلم ان لما الاقي المواطن داخل صاحب حق اقف معاه وما اسيبهوش. هو ده يا سيسي. مش تقول لي قيم، القيم دي ببقى رايح الكليه، ده انا في ثانويه عامه لحد القيم دي من وهو عيل بتزرع فيه من الابتدائي، لسه مستني كليه الشرطه يعلموك قيم.
يعلموه القانون، يعلموه الدستور، يعلموه يقبض على الراجل المجرم، يعلموه يقف مع المظلوم، يعلموه يقضي على المخدرات، يعلموه يقضي على بتوع الدعاره، يعلموه في الكليه مش قيم، يعلموه يقضي على تجار الاثار، يعلموه يرجع حق مصر من اللي كان حق مصر، يعلموه يقف مع الناس المحترمه حتى لو معهمش جنيه عشان اصحاب حق، ويقف ضد الفاسد الحرامي البلطجي حتى لو ذو حظوه وذو سلطه بس راجل قاتل مفتري تاجر مخدرات تاجر سلاح، يعلموه يقضي على تجار السلاح. هي دي الكليه، مش يعلموه قيم يا سيسي ولا يعلموه هي دي كليه الشرطه اللي يعلموه فيها. ها مش تقول لي عرفتوا يا جماعه المنهج ايه؟ عرفتوا يا جماعه؟ باكد لكم كلامي كل يوم ان المنهج بتاع الناس دي ايه؟ عرفتوا ان دي عصابه كبيره باصه لينا كلنا ان احنا عبيد، ان الناس دي كلها عبيد وهم الاسياد. عرفتوا ان محدش بيدخلوه كليه الشرطه الا اولادهم واحفادهم واصدقاء بس، واولاد عمهم. هي عصابه، وفي 100 كده بياخدوهم اللي هم التابعين ليهم، الدلاديل بتوعهم اللي بيزقوا لهم اتنين اللي بيودوهم شويه ادارات كده بيحتاجينهم فيها. عرفتوا يا جماعه اللي انا بقوله؟ عرفتوا ان كلامي صح؟ كل مره باكد لكم ان كلامي. بصوا اللغه اللي بيكلموا بيها الناس وبيكلموا بيها الطلبه واللي هو بيقولها للشعب، والتصريحات اللي بيطلعوها عن ايران وعن كل حاجه كويسه. عايزين يعملوا اللي هم دمروا مصر وجوعوا الشعب وقتلوا الشعب بالحياه اقسم بالله، ولا يطبقون الا قانون واحد، قانون العصابات، السمع والطاعه والاوامر والتعليمات. لكم يوم ان شاء الله قريب، خلي بالكم واسمع يالا انت وهو، اقسم بالله لكم يوم قريب. يبقى ارجعوا كل الاحاديث اللي عاملها دي موثقه هفرجكم عليها ان شاء الله باذن الله رب العالمين. الكل سيحاسب، وزي ما قلت هذه الجهات الامنيه ووزاره الداخليه يجب ان تعاد راسا على عقب من اول وجديد. نبحث كل واحد، ده تلاقي كل جيل مدخل، يعني كل واحد مدخل 10 من الاجيال بتاعته. خلاص بقت عصبيه يا جماعه، عملوها اقسم بالله ما بقى امن دوله، ما بقاش الدوله دي ما بقاش لها امن خلاص. الامن بقى امن عائلات، كله بيحمي نفسه الوقت، بيحمي مكتسبات. يجب ان تعود هذه المنظومه، يجب ان هذه المنظومه ان تهيكل وان تعاد تنظيمها، وان يبحث في كل واحد. الناس دي كلها لازم ولاد الشعب المصري كلهم المحترمين، ولاد الناس المحترمه اللي كانوا حلال، اللي اهلهم محترمين، اللي اهاليهم علموهم القيم يا سيسي قبل ما يروحوا الكليه، داخلينها وهم عندهم قيم ومبادئ، ودخلوا عشان يتعلموا اللي قلت عليه، القانون والدستور، وان يقفوا مع اصحاب الحقوق، وان يردوا حقوق مصر. هو ده اللي يتعلموه يا سيسي. انت ونظامك الخاين. يجب ان تعاد هيكله هذه المنظومه، ويبحث في هذه العائلات التي استولت وهيمنت على مقدرات الداخليه، واكدها هذا الخائن ونظامه الخائن في لقائه بمين؟ باولادهم اللي هم وزرعوا فيهم العنصريه، وزرعوا فيهم فكره الاسياد والعبيد. يجب ان تضم، والدليل ما وصلنا إليه الآن، والدليل ما يفعلونه من الشعب بتلفيق محاضر وقلة أدب وتجارة مخدرات منتشرة ودعارة منتشرة وتجارة آثار وفحت في البيوت، وناس قاعدة في كل مكان معاها من الملايين من الحرام، جمعينها من الآثار وجمعينها من المخدرات ومن السلاح وبيوت الدعارة المنتشرة. إيه كل ده وتقولوا لي أمن؟ أمن مين يالا أنت وهو؟ أنتوا بتشتغلوا لنفسكم ولا إيه؟ أمن ده ليكوا أنتوا، بتحموا بيه نفسكم. بتحموا بيه نفسكم بس، والله بتحموا بيه نفسكم وخايفين على انفسكم. انتوا خايفين على شعب جهلتوه، خليتوا الشعب جاهل اساسا. الشعب اصبح جاهلا، ده اللي انتوا محتاجينه تاني. فكل ده طبعا موجود. ليس لنا الا الله سبحانه وتعالى باذن الله، وليس لنا باذن الله في الارض بعد الله سبحانه وتعالى الا الجيش الوطني والوطنيين الاحرار في ارض مصر باذن الله، اللي هيخرجوا هيحطوا ايديهم في ايدين الجيش الوطني، وهنحرر مصر باذن الله منكم يا زبانيه، وهنعيد هيكله كل شيء في مصر، وسنعيد المنظومه الخاطئه في مصر كلها باذن الله، اللي دمرت مصر وقضت على مصر وجوعت الشعب وافقرت الشعب. فانا بندى عليك يا جيش مصر الوطني، اخرج يا جيش مصر الوطني، كفايه لحد كده مذله ومهانه. اخرج حتى لا يحاسبك، حتى لا يحاسبك الزمان، حتى لا يحاسبك التاريخ. والله التاريخ يا جيش مصر سيحاسبك عن تقاعسك لحد الان. الشعب بينده عليك كله، وانت تجلس وتتفرج وتشاهد اذلال الشعب وموت الشعب. وانده عليك يا جيش مصر، وانا اثق فيك لحد هذه اللحظه، اثق انك ستخرج في الوقت المناسب. اعلم ذلك جيدا،
أعلم ذلك جيدا أنك ستخرج في الوقت المناسب أيها الجيش الوطني لتحرر مصر وتحرر الشعب من هؤلاء الزبانية، هؤلاء الأشرار. هم دول الأشرار والله اللي ضيعوا مصر وباعوها وباعوا مقدراتها. ده طبعا ده أنا اتكلمت فيه كتير. مصر كلها اتباعت يا جماعة، اتباعت لبني صهيون عن طريق الشيطان سفير جهنم ابن زايد. مصر اتباعت، بيفتحوا المجال الجوي مصر وكله. السيسي عامل كل ده مع ابن سلمان وابن زايد وعبد الله اللي بيضرب الصواريخ اللي دخلت تضرب بني صهيون. شفتوا الاراضي؟ شفتوا خيانه اكبر من كده؟ شفتوا عار اكبر من كده؟ اتفرجوا وشوفوا يا جماعه وانتوا تعرفوا كل شيء. تابعوا اللي انا بقوله ده كويس قوي. اللي انا بقوله موثق، اللي انا بقوله حقائق. انا ما بقولش كلام كده، اقول الحاجه اللي هي الحاجه الحقيقيه باذن الله ستجدها في هذا البرنامج.